مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي. إذا القرعة أفرزت مجموعة فيها المغرب ومالي وزامبيا وجزر القمر. كيف ترون المباراة الأولى ضد جزر القمر وبقية المنتخبات؟ ليست هناك مجموعة سهلة ومجموعة صعبة، كل المجموعات هي مجموعات متوازنة. خضنا مباراة ضد المنتخب المالي ولديه إمكانات كروية كبيرة جدا. المنتخب الزامبي نعرفه جيدا وستكون المباراة صعبة. إذا جزر القمر هي كانت الحصان الأسود وكانت مفاجأة النسخة السابقة وما قبلها. نحن نخوض مباريات على أراضي ملاعبنا، سوف نفكر في كل مباراة على حدة. طبعا لدينا مباريات تأهيلية لمنافسات كأس العالم، لابد أن نكون في أحسن استعداد ممكن. الكل يتمنى أن يحقق الجمهور المغربي القيمة المضافة. الجمهور المغربي كان متواجدا دائما داخل القواعد أو داخل الملاعب المغربية وخارج الملاعب المغربية. لدينا مجموعة جيدة من اللاعبين، لدينا بنية تحتية جيدة جدا، ليست لدينا أعذار. كل منافسة لديها خصوصياتها سواء خذناها داخل المغرب أو خارج المغرب. مصر استضافت نسخة في مصر ولم تفز بها، وحدث هذا الأمر للكثير من المنتخبات الإفريقية. لدينا ثقة في أنفسنا ولدينا الطموح المشروع. نتمنى أن نكون جاهزين، علما وأن كل المنتخبات ستسعى للفوز على المنتخب المغربي، ونحن جاهزين لهذا التحدي. كابتن وائل جماعة أهلا بك معنا. أهلا بك يوسف. كابتن هيثم مصطفى أهلا بك معنا. أهلا بك. نبدأ معك كابتن هيثم. المجموعة الأولى وضعت المغرب، مالي، زامبيا، جزر القمر. هذا المنتخب العربي، ده المنتخبان عربيان في مجموعة واحدة. مباراة الافتتاح بين المغرب وجزر القمر ستقام يوم 21 من شهر ديسمبر 2025 في استاد الأمير مولاي عبد الله الذي تم تجديده بشكل كامل، يصبح عدد مقاعده حوالي 70,000 مقعد. تفضل كابتن. أعتقد أنه دائما مباراة الافتتاح لأي منتخب بالتاريخ انها بتكون فيها ضغط على المنتخب المستضيف، خصوصا انه المغرب مستضيف البطوله وهو الاعلى كعب في التصفيات، افضل نتائج في التصفيات اللي هو ما كان مشارك فيها بالصوره الشرفيه لانه هو المنظم البطوله. فاعتقد انه المنتخب المغربي الان نتكلم كلام واقعي انه بيختلف من كل منتخبات افريقيا من حيث الاداء، من حيث جوده اللاعبين الموجودين في المنتخب، من حيث الاستقرار الفني داخل المنتخب. فاعتقد انه المنتخب المغربي يعني من قبل ما تبدا البطوله على الورق هو الاكثر يعني ترشيحا للبطوله، اذا قدر يتعامل مع الضغط الجماهيري اللي حيحدث في البطوله. لكن عموما لاعبي المنتخب المغربي متعودين على مثل هذه المباريات، خصوصا انه هم لعبوا في كاس العالم وادوا اداء بجوده عاليه، ويمتلك لاعبين بيلعبوا في افضل المنتخبات الاوروبيه، في افضل الانديه الاوروبيه. فالامكانيات المتوفره داخل المنتخب المغربي على مستوى الافراد لاعبين والجهاز الفني قدر يحدث ويجدد في امكانيات المنتخب والتطور، وكل مره بنشوف لاعب جديد اضافه للمنتخب بيحدث فارق في تنافس داخلي بين اللاعبين من جوده ادائهم ومن مستوياتهم. اعتقد انه هو المنتخب الاول والاكثر انه ترشيحا لانه يمشي في يعني ابعد ويصل لابعد مكان في البطوله، ولما لا يحرز البطوله. عزيز بنيج، هناك تحدي كبير في وقت من الاوقات كان الجميع يتحدث عن انه المنتخب المغربي في حاجه للاعبين، الان اصبح العدد لاعبين كبير جدا. مثلا تالق حمزه ايجامان في الفتره الاخيره طرح اسمه بقوه، وكانه اصبحت هناك زحمه من اللاعبين النجوم، تحديات كبيره للمدرب وليد الركراكي حتى يؤلف منتخبا منتظر لا من طرف المغاربه ولكن كذلك من طرف المنتخبات الافريقيه. هو المطلوب هو الانسجام. صحيح أن المدرب له واسع الاختيار، تقريبا ما بين 40 أو 50 لاعب ينشطون في جميع الدوريات سواء في أوروبا وحتى في المغرب، لأن في المغرب أيضا في الدوري المحلي هناك بعض اللاعبين. ننسى إجمان كان في الدوري المحلي في فريق الجيش الملكي، بعد ذلك
فضل انه يكمل، وهذا يحسب للاعب إيجمان. لكن هناك ايضا ايوب الكعبي اللي كيقدم مستويات رائعه، هناك رحيمي، هناك نصيري. مش ممكن المدرب انه ينادي على كل اللاعبين المتميزين، ولكن لازم يحافظ على توازن الفريق. لذلك فلازم ايضا يراعي ان هناك تشكيله منتخب وليس تشكيله لاعبين. لازم انه يكون هناك توليفه مناسبه يقاوم بها في المباريات. يا مره لازم يلعب بالضغط العالي، مره يلعب بالتحولات، كل مره لازم تكون هناك تنويع في اللاعبين والادوات الموجوده. عنده امكانيات كبيره الان كما قلت. هذه المجموعه المغرب، مالي، زامبيا، جزر القمر، اظن بان هذه كلها فرق تلعب كره القدم اكاديميه. لا سواء ان المالي اللي عنده لاعبين ينشطون في افضل الدوريات الاوروبيه، لكن تنقصهم ممكن الخبره مقارنه مع كان في السابق المنتخب المالي. لذلك ففي الاخر دور بطوله افريقيا اظن من كان المالي من واحد من افضل ان لم يكن الافضل في دوري المجموعات مع المنتخب المغربي. لكن بعد ذلك شفنا انه فقد وخسر بعض المباريات، وخسر المباراه لاقصاته بالخبره. الخبره مهمه جدا. منتخب الزامبي لم يعد منتخب الزامبي ذلك المنتخب البعبع اللي كان عنده امكانيات، اللي موجود كان مع المغرب في تصفيه كاس العالم. منتخب زامبيا نعم وواجهوا المغرب ويعرف المغرب، لذلك جزر القمر ايضا. لكن يبقى ان المنتخب المغربي لازم يجهز لهذه البطوله، لانها بطوله رغم المباريات الاولى 2 سوف يتاهل في كل مجموعه، واحسن ثالث، فرص وافره. الان لازم ان يدخل بقوه، تهيئ المجموعه، تهيئ التوليفه، وفيما بعد ممكن اظن بان ليست هي اقوى مجموعه. أنا نقول لك هناك مجموعة أقوى، مجموعتين أظن بأقوى، ولكن هذه ممكن نقول مجموعة متوسطة القوة اللي فيها المنتخب المغربي. يجب أن يحذر المغاربة من منتخب جزر القمر. كان في مجموعة تونس، تصدر هذه المجموعة، بالتالي هذا المنتخب أمامه آفاق وسيعتبر